كنت فاكر ان كبوة مانشستر سيتي هتطول تبقى غلطان. ناس كتير كانت فاكرة ان مانشستر سيتي هيخش في كبوة مش هيقدر يفوق منها قريب، بسبب ان الموسم اللي فات اداء ما كانش كويس قوي، ما خدش دوري ابطال اوروبا، فنش رابع. يا دوبك عرف يدخل بالعافية في المباريات الأخيرة في الفرق المتأهلة لدوري أبطال أوروبا. وممكن كان يدخل في كبوة زي بتاعة مثلا مانشستر يونايتد، زي بتاعة برشلونة، زي بتاعة أرسنال قبل ما يفوق وهكذا. ولكن السنة دي البريمير ليج بدأ، كان المتصدر ليفربول، وقعد حوالي 5 6 جولات هو المتصدر، ريح وبعديه ركب أرسنال، وكان الفرق بينه وبين التاني كان 10 نقط، 8 نقط، 6 نقط. دلوقتي الفرق بينه وبين مانشستر سيتي اللي هو التاني نقطتين اتنين بس، ولسه في مباراة في الدور التاني ما بين مانشستر سيتي وارسنال، هنشوف هيحصل ايه. النهارده مانشستر سيتي بيكسب ريال مدريد في اسبانيا 2-1 في دوري الابطال، وشفنا ماتش يعني شوية عوضنا عن اللي شفناه امبارح في ماتش المنتخب. ماتش حلو، كرة حلوة، استحواذ، فرص، انفرادات، اهداف، ماتش حلو. مع ان انت لو جيت بصيت على الصفقات اللي عملها مانشستر سيتي سواء بداية الموسم ده او في يناير الموسم اللي فات، هتلاقي معظمها ما اشتغلتش وما كانتش زي اللي كان متوقع منها. بداية مثلا من عمر مرموش، وجاب ساعتها برضو معاه عبد القادر خوزانوف، نيكو جونزاليس، وبرضو الموسم ده لما جاب ايات نوري. يا دوبك اللي اشتغل بس على فترات دوناروما، واللعيب العالمي الصفقة الجامدة قوي ريان شاركي وتيجاني رايندرز، دول اللي اشتغلوا. بقية الفريق كله والقوام الأساسي من اللعيبة القديمة اللي هو هالاند، برناردو سيلفا، في الفودن، جيرمي دوكو، كده. وده الصح، ان انت لازم يكون عندك الهيكل الاساسي بتاعك ثابت، اللي انت بتبني عليه شغلك، بتبني عليه التكتيك، بتبني عليه الخطة، وبتطعم بعنصر او اتنين او تلاتة ينشطوا الفريق، دم جديد يعملوا ريفريش للفريق وهكذا.